بما ان انا السنه دي مقرره ان انا عايزه اطول واتقل شعري، لان انا بجد شعري اتبهدل الصيف اللي فات. فقررت ان انا اجرب هير اويل جديد انا ما جربتوش قبل كده عشان شعري ما يكونش متعود عليه. الهير اويل اللي انا هقول لكم عنه ده انا مجرباه من اول رمضان. هو الهير اويل ده من براند اسمها بيت الزيت. الاويل ده متكون من 4 انجريدينتس بالظبط، وهم 4 زيوت طبيعيين. وده بالنسبه لي ميزه، ما فيهوش مواد كيماويه، ما فيهوش حوارات كتير ما تاذيش فروه الراس. الزيت هو زيت الجوجوبا، وده بيحافظ على ان فروه الراس تفضل مترطبه. وتاني زيت هو زيت الروزماري، وزيت الروزماري ميزته ان هو بيحفز انبات الشعرايه. تالت زيت هو زيت النعناع، وميزه زيت النعناع ان هو بيحفز انتاج الدوره الدمويه في فروه الراس، زي كاننا بنعمل مساج كده لشعرنا. ده هو بقى بيعمل كده. اخر زيت خالص هو فيتامين اي، وانا بجد عندي قصه حب اصلا مع فيتامين اي بشكل عام، سواء بستخدمه لشعري لضوافري لكل حاجه. هو بجد زيت فيتامين اي هو بيحل كل مشكله وبيعالج الشعر، وبيحافظ على ان هو يسيب الشعرايه مترطبه ومش متقصفه، ولو في اي مشكله في الشعرايه هو بيعالجها. كل الزيوت اللي انا قلت لكم عنها وفايدتها دي موجوده في الاويل هنا. منتظمه عليه من اول رمضان، فالفرق اللي انا حسيته في شعري ان سمك الشعرايه بقى اتخن، فبالتالي الشعرايه كده هتتقل. بناخد منه كميه بسيطه على ايدينا، وبنعمل لها مساج في ايدينا عشان نسخن الزيت في ايدينا، وبندعكه على فروه راسنا بمساج بسيط كده، وبنسيبه من ساعه لساعتين واحنا حاطين اي شاور كاب. تاخدوا منه احسن النتائج. حاولوا تستخدموه مرتين لثلاث مرات. انا كنت بستخدمه مره لمرتين، ويعني من اول رمضان ممكن اكون استخدمته 5 مرات. فحاسه ان سمك الشعريه بقى اتخن، ان هو مناسب لكل انواع الشعر، فما تقلقوش منه. كنت حابه اقول لكم ان هم عاملين خصومات 30% لحد عيد الام.